التقويم بتاع الشهر من 1 ل 31 ويشطبوا على الايام منتظرين ان الاب امتى هيسافر. لقينا في حاجه كده زي الجزر المنعزله في الاسره بقى اللي ما هاجرتش، انه الامور الماديه بقت عاليه جدا، ثقافه الرغي، ثقافه التيك اواي، ما عدناش نتلم على طبليه ولا على لقمه. ويمكن ده برضو أعاد بالسلب على ناحية تانية في ناحية المدرسة، وخلى في المدرسة في شيء من العنف موجود. فالعنف المدرسي ده يمكن باختلاف الطبقات، مش مهم يعني طبعا، يعني خصوصا لسه من يومين المدرس اللي ضرب الطالب لغايه ما توفى. انا كنت بتكلم في الاذاعه بقول انا مقدر الحزن الشديد جدا، وانا حزنت قوي قوي، لكن برضو بصيت قوي على المدرس 23 سنه صغير جدا، محبط، غير قادر تحقيق ذاته، هيتجوز امتى، مخنوق، ما حدش رعاه. لذلك انا انادي من على منبركم الكريم والجميل ان وزاره التربيه والتعليم تعمل نوع من المكاتب في كل مدرسه يشوفوا المدرسين يرعوهم ويعملوا جلسات نفسيه. بالظبط. طبعا هو في من نادى بالفحص النفسي، طبعا الفحص النفسي جائز ومطلوب للاطباء النفسيين ولضباط البوليس والمدرسين. مش قصدي جلسات نفسيه، قصدي زي ما مدربين الكوره كده بيعملوا مع اللعيبه. الله ينور عليك. هو ده النفسي. التاهيل النفسي. انا ليا تجربه جميله مع الجيزويت في اسكندريه، ان جمعت 60 مدرس ومدرسه من المناطق الريفيه في اسكندريه، وقعدنا على مدى يومين خميس والجمعه نعمل ورشه عمل لمده 3 ساعات ممتده، فيها بوح وفيها تمثيل وفيها ادوار متبادله وفيها تخريج للطاقه، في حاجه اسمها الطاقه النفسيه السلبيه. المدرس ده كان مستني الولد يضحك، فحس ان هي سخريه وحس ان فضربه في بطنه، وهو طبعا لا يقصد قتله خالص، ولكن حدث ما حدث، وبالتالي فهناك علامه خطر. وايضا هناك عنف من الاولاد على المدرس. بس عايزين برضه نقول ان ده ما يبررش للمدرب ان المدرس انه يضرب الطالب، ان حتى الضرب عامه مرفوض مهما كانت الضربه على الايد على البطن ده مرفوض رفضا تاما في تربيه الاولاد في المدارس. اكيد، لان يمكن حتى احنا رافضينه بالنسبه للام او الاب انه يضرب الابن، بس ده تربيه، بس ان غريب انسان غريب يضرب لا والله حتى كمان يعني انا في حاله هتجيني العياده، الاب بقى عذبها بالنار وضربها لدرجه ان هي فقدت البصر، الشبكيه فقدت، اتفكت وتتبول لا اراديا، فرجعتها السلطات الكويتيه مع امها لمصر وحبسته. يعني لا الوالدين ولا المدرسين ولا طبعا الوالدين مرفوض طبعا برضو ده مش تربيه عامه. طيب اتفضلي كده. موضوع اطفال الشوارع حضرتك برضو اخدت منه يعني صفحات كتير جدا عشان تحاول تشرح الحاله ووجع المصريين بالنسبه لاطفال الشوارع. ده وجع دائم ومستمر وبنشاهده يوميا. الحقيقه انا اخترت عنوان لطيف، قلت ولادنا اللي نسيناهم. يعني ما هم دول ولاد مين؟ توربيني وبحة وبزازة يعني ما هم ولادنا. وبعدين قلت لقد تعدى الخطر أسطح القطارات ووصل إلى أبواب البيوت. لأن أنا شايف ظاهرة أطفال الشوارع هي ظاهرة موجودة في بلاد كتيرة. أهو التوربيني معانا في الصورة. لكن هذه الظاهرة في مصر مش محتاجة اجتماعات، مش محتاجة يعني أنا بقى ما أنا اتكلمت قلت أنا عايز كشف حساب. يعني دلوقتي لما حضرتك تيجي تقول لي انت طلعت في البرنامج صباحك سكر زي ده، اقول لك انا طلعت وقلت كذا وكذا وده اثر في كذا وكذا ويمكن يعمل كذا. عايزين التفكير العلمي. انا عايز كشف حساب من مجلس الاعلى للامومه والطفوله، وعايز كشف حساب من وزاره التضامن الاجتماعي، وعايز لجنه. يعني انا مين عشان اعوز، لكن بتمنى معاكم من وزاره الصحه بخصوص الناس المعاقين ذهنيا، ووزاره الداخليه بخصوص انه فعلا مفيش اهتمام قوي بالجانب الامني والوقائي، فيه اهتمام قوي بالجانب السياسي والجنائي الى حد كبير. فانا شايف ان ظاهره الشوارع ظاهره اجتماعيه ذات بعد اقتصادي ولها مردود امني خطير جدا يهدد الوطن. طب اخيرا بس دكتور، عايزين نعرف من حضرتك يعني الاوجاع دي كلها سببها ايه؟ بكلمه واحده يعني. ده صعب جدا، بس انا هقول كلمه واحده فعلا، هو
بس احنا عندنا 16 مليون مكتئب فعلا، صح؟ لا مش للدرجه دي، انا قلت ان ده الرقم المكتوب على النت، بس ده مش صحيح، لانه انا رايي ان اكتئاب المصريين اكتئاب حياتي، لو اتحسنت ظروفهم هيتحسنوا. هو عتمه الوعي وميوعه الهدف. انا لما ابقى مش شايف قدامي والدنيا مش منوره، نعمل زي جحا لما لقوه في الشارع المضاء بيدور على حاجه، بيقولوا له بتدور على ايه؟ قال لهم على مفاتيح البيت. قالوا له هي وقعت فين؟ قال لهم في البيت. طب بتدور عليها ليه في الشارع؟ قال لهم اصل الشارع مضاء والبيت ضلمه. فاحنا عندنا عتمه في الوعي، بنقعد نخبط، ما عندناش تخطيط. وميوعه الهدف ان احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنشكل لجان وهنطور العشوائيات. بص الدويقه تروح واقعه، ومش الدويقه بس، ده الحتت الفخمه في شرم الشيخ. فما فيش رصد، ما فيش خريطه لمصر. يعني كان في حته كده في مسلسل اظن شرف فتحي بيقول لك الحكومه كانت بتقول لك امال هي قاعده على ايه؟ فيعني ما معناه انه برضه نعي الذات او التشدق بالالم مش مطلوب قوي دلوقتي. المطلوب ان احنا لما نقول عتمه الوعي وميوعه الهدف، ان احنا نجيب هدف وما نبقاش جحا، ونوعي نفسنا زي البرنامج بتاعكم. على العموم مشاهدينا وجع مصريين، هو يمكن عايزين نقول ان هو وجه جديد للطب النفسي، لان هو متعه قصصيه وادبيه عن طريق الطب النفسي، فلما ان شاء الله تقروها هتعرفوا احنا بنتكلم على ايه. دكتور خليل احنا بنشكرك جدا. اشكرك جدا. اشكرك على وجودك معانا يا دكتور. نشوفك المره الثالثه بقى ان شاء الله معانا. ان شاء الله. مشاهدينا هنروح فاصل سريع ونرجع لاخر فقراتنا، فقره اخبارنا المتنوعه، خليكم معانا.